بتمنى عجبكم وصفتي لليوم. سقعت باذنجان ومتبل باذنجان مشوي. هاد كان وصفتي لليوم. بتمنى إذا عجبكم تكتبولي بالتعليقات. وصحتين وهنا. مرحبا متابعيني الحلوين، كيفكم؟ هلا هون عنا كيلو باذنجان رح نشويهم. طبعا ما رح نشويهم بالفرن. هلا بالبداية بنفتح صفوف الباذنجانات. طبعا هون عندي مقلاية حطيتها على النار. صراحة ما شويتها بالفرن، بتاخد وقت كتير. قلت اجرب هاي الطريقة. هون بعد ما خلصت كلياته سكرت عليها بالغطا ونوصت النار عليها تحت. هون اخدوا معي تقريبا نص ساعة. طبعا كل شوي كنت اقلبهم. هلا هون بقشرهم، لساتهم سخنين بقشرهم. طبعا راح اعمل نصهم متبل باذنجان ونصهم مسقعة باذنجان مشوي على طريقتي. متابعيني الحلوين بتمنى تشتركوا بالقناة وتعملوا لي لايك كتير مهم، وتكتبولي بالتعليقات من وين عم بتتابعوني. طبعا انتو بتحبوه تشووه بالفرن ولا تشووه على غاز وحدة كمان بيصير، بس انا حبيت اجرب هالطريقة. هلا هون خلص التقشير. هلا بفرمها بهالشكل. رح اعمل متبل. عندي ربع كوب من الطحين. هلا بضيف ملعقتين ونص لبن. رجعت ضفت عليه ملعقة، صاروا 3 معالق ونص. بحركهم شوي مع بعضهم. هلا بضيف شوية توم، سنين توم عندي مدقوقين. عندي هون عصير ليمونة واحدة، ما راح احط كلها. انا هون عصير الليمون ما حطيت كلها، تقريبا ملعقة كبيرة حطيت لها. هلا بضيف رشة ملح. طبعا هون انتو الملح والحامض بتقدروا تتحكموا فيه. رح بلش بطبخة مسقعة باذنجان مشوي. هون الطنجرة رفعتها على النار. رح احط شوية زيت، بصلة واحدة. رح ضيف فلفل اخضر. بحركهم شوي مع بعضهم. هلا بضيف الثوم. عندي هون 3 سنان ثوم مدقوقين دق. عندي هون 3 حبات بندورة مبروشين بشناهم. متابعيني الحلوين بتمنى ما تبخلوني باللايك. اللايك كتير مهم للصفحة. هلا بحركهم شوي وبغطي عليهم. هلا للمتبل باخد نص كمية الباذنجان. هلا بضيف الطحينة اللي عملناها.